اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل صينيه البطاطس بالفراخ وطاجن الرز المعمر على طريقه امي الله يرحمها. يا ريت يا جماعه تدعوا لها، اي حد يشوف الفيديو ده يدعي لها بالرحمه والمغفره. هي بصراحه اللي كانت بتعمل بالطريقه ديت البطاطس والرز. فطبعا ما شاء الله بتبقى تحفه، جربوها مش هتندموا. اول حاجه احنا هنا جبنا 3 بصلات. طبعا انا البصل بستعمله صغير، 3 بصلات صغيرين. وبعد كده كان قطعت حته فلفل اخضر للناس اللي بتحب البطاطس سبايسي شويه، على حسب بقى الرغبه انت بتعملي ايه. وبعد كده قطعت فص ثوم. فص ثوم برضو بيدي للبطاطس طعم ونكهه حلوه. طبعا احنا هنا بقى بنبقى مقطعين البطاطس مخرطينها طرنشات، لان دي بطاطس في الفرن. وطبعا احنا غسلنا الفراخ بميه وملح وشويه خل صغيرين مش كتير، ونص نص ليمونه، وممكن نعصر طماطمايه كده على غسيل الفراخ عشان ما يبقاش فيه زفاره خالص. وبعد كده بنغسلها كويس جدا ونقطعها على حسب ما احنا عايزين. طبعا بقى هنا انا حطيت معلقه فلفل اسود على البصل، وهنبدا بقى ان احنا نعمل ندعك كل الحاجات دي على بعضها، الملح ومعلقه ملح ومعلقه فلفل، وبندعك بقى كل ده. وكل ده طبعا حسب الرغبه، على حسب ما انت بتحبي الفراخ عدبه او حادقه، او على حسب ما انت بتاكلي ايه. بعد كده هننزل بقى بالطماطم، اللي هي الطماطميه الكبيره اللي احنا قطعناها. وبعد كده برضو بندعكهم في قلب بعض. وبعدين هنجيب بقى معلقه صلصه، صلصه ونحطها، لانه انتوا عارفين احنا هنا في يعني امريكا عموما الطماطم الحمراء زي في مصر مش بتبقى قوي، فاحنا لازم بنستعمل الصلصه في كل الاكل بتاعنا، فلازم نحط هنا معلقه صلصه. هتبقى حلوه جدا وهتفرق في الطعم وهتخلي الاكل طعمه حلو. وبعد كده بقى ايه هندعك برضو كل الحاجات دي في بعضها، وهنرص الفراخ بقى. كل الكلام ده تشربي بقى كل دوت مع بعضه، البصل والطماطم، معلقه الملح، معلقه الفلفل. وبعد كده هنبدا بقى ايه نرص. هنا بقى احنا بدأنا نرص الفراخ. طبعا هنا بقى احنا بنحط البطاطس بقى، خلاص حطينا الفراخ، وبعد كده هنحط البطاطس ورش شوية فلفل وملح. عشان احنا خلصنا بقى البطاطس هنحطها بقى في الفرن، وهنبدأ بقى نعمل الرز المعمر. الرز المعمر بقى احنا هنا بنغسل الرز بس، وبنغلي طبعا اللبن، لان هنا مش الفرن اللي هو الغاز ده بتاع مصر، لا هنا الفرن بتاع البوتاجاز العادي بتاعنا. فاحنا لازم نغلي لنا اللبن قبل ما نحطه على الرز علشان حالا يرفع. طبعا انا كنت غسلت الرز خلاص، وحطيت معلقه ملح برضو على حسب ما انت عايزه. وبعد كده بتحطي اللبن على في البرام، وبعدين هنحطه بقى في الفرن على الشوايه يدي وش. احنا هنا خلاص خلصناه، وهنحطه بقى الوش بتاعه اهوت، وش البرام هنبدا نحطه بقى تحت بقى نحط البرام تحت في الارضيه بتاعه البوتاجاز، ونسيبه لحد ما يستوي كده زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. وطبعا هنسقيه بقى بالسمنه او بالزبده او زي ما انت بتحبي. وطبعا شايفين البطاطس ما شاء الله متحمره وطعمها جميل، وجربوها مش هتندموا. الطريقه دي حلوه، يا ريت تدعوا لماما بالرحمه والمغفره، لانها طبعا هي اللي معلماني الطريقه دي. انا بحب الاكل كله العادي التقليدي بتاعنا، ما بحبش الحاجه يعني التغيير شويه في الاكل. انا بحب الاكل الطبيعي بتاعنا. وطبعا ان شاء الله هتجربوها وهتدعوا لي باذن الله، وهتدعوا لماما ربنا يرحمها ويغفر لها. زي ما انتم شايفين كده انا غرفت طبعا الرز بيبقى جميل والبطاطس، وبالهنا والشفا. يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.